يا عم خليك احسن مني، ده تلاقيه مستعجل ومراته بتولد، الواحد مش هينزل لمستواه عادي يعني، مش هتفرق من دقيقتين، ما انا مش هتخانق في الشارع. هو ليه لما حد بيقف مكانك في الطابور بتسكت وتقول لنفسك دايما كلام عبيط؟ كل ده عشان ما تقولوش لو سمحت ده مكاني. يا ربي على الهبل. وازاي كلمه حاضر ممكن توصل حد انه يتحول لسجاده؟ سجاده. سيزن المشاعر خلصنا فيه فحص الوجع، ودلوقتي احنا في سيزن الظواهر، بنفحص الكائنات اللي ماشيه وسطنا وبتنشف رأينا. انا الفحيص وحولت البني ادمين والمواقف بتاعتهم لمنتجات ورجعت عشان افحصهم. اهلا بيكم في مخزن الدنيا. النهارده الصندوق اللي قدامنا مختلف، صندوق ناعم بزياده ومكتوب عليه من بره بالخط العريض انا خدوم، انا طيب، انا ما برفضش طلب لمخلوق. بس قبل ما نبدا رحبوا معايا بانيس اللي منفوخ نفخه كدابه بيطير من الفرح لما حد يقول له شكرا. النهارده هنشوف هل ارضاء الناس دي جدعانه وبطوله ولا مجرد تروما لابسه قناع الطيبه. يلا نبدا. الظاهرة دي بدأت من أيام جدنا الفحيص. أول واحد جاله مرض إرضاء الناس كان قاعد في الكهف، خايف القبيلة تطرده في البرد لو ما عجبهمش، فقرر إنه ما يعملش غير إنه يفضل يجيب الأكل وينظف الكهف، والنتيجة إنه مات من الجوع والتعب عشان يرضيهم. الإنسان بطبعه بيخاف من الرفض، بس إرضاء الناس هنا تحول من غريزة للبقاء لانتحار بطيء. أنت بتلغي شخصيتك عشان تبقى مجرد نسخة مرضي عنها من الناس التانية، فأنت كده مش بتبني علاقات، أنت بتبني سجن ومسلم المفتاح بتاعه لأي حد معدي في الشارع. أخطر حاجة في كائن إرضاء الناس إنه عايش بقناعة بتقول له إن كلمة لا معناها خناقة وكره، يعني هو مش بيعمل كل حاجة للناس عشان هو كريم، على فكرة هو بيعمل كده عشان مرعوب من الخناقات والمواجهة، كونفليكت فوبيا. ولو حد استلف منه فلوس لمده سنين وما نطقش عمره ما يطلبها منه، ولو حد خد مكانه في الطابور بيبتسم. هو بيحرم نفسه من حقه في الغضب، وعقله متبرمج ان العالم مكان خطير وان الطريقه الوحيده عشان يعيش في امان هو انه يتحول لسجاده الناس تمسح فيها رجلها وهي داخله ما بتخرجش. طيب هو عامل ايه في العلاقات؟ لو المستقل المتطرف اللي اتكلمنا عليه الحلقه اللي فاتت بيلغي وجودك انت، فالشخص المرضي بتاع النهارده بيلغي وجوده هو نفسه في العلاقات. العلاقه مع الشخص ده بتبدا بجنه، نشوف شخص مريح بيقول حاضر على كل حاجه، بياكل اللي تحبه ويلبس اللي يعجبك، بس بعد شويه بتبدا مرحله جوع الشخصيه، تلاقيه ملوش راي وملوش ذوق مستقل في اي حاجه. في العلاقات هو بيحولك انت لديكتاتور غصب عنك، ولما تواجهه بعد سنين بينفجر ويقول لك انا ضحيت بعمري عشانك وانت ما قدرتش. هو مش فاهم ان الحب اساسه شخصين ليهم حدود، مش شخص وضله. وتاني خلينا نفتح صندوق جوه الصندوق ونمسك الترند اللي بيدمر اجيال، فخ البنت المتربيه بزياده وفخ الراجل الشهم بزياده. في بنات اتربت ان الادب يعني ما تقوليش لا، قررت تلغي رغباتها عشان تبقى الزوجه الاصليه او البنت المطيعه. وفي رجاله شربوا مقلب الجدعنه للاخر، فبقى بيصرف وقته وفلوسه على اصحابه والناس اللي بره، وبيته هو اللي واقع. عقيده الارضاء هنا بتخلي الشخص يفقد هويته ويتحول لاي تي ام، يسحبوا منها مجهود ومشاعر ببلاش. يعني بتوافقي على خروجات انت مش عايزاها بحجه عشان بس ما يزعلوش، وانت بتسلم فلوس محتاجها لبيتك بحجه مكسوفك كسفه لا هيكسفك. بتلاقي شخص محبوب جدا من كل اللي بره بس بينهار حرفيا ويعيط في اوضته بالليل، مش عشان زعلان، عشان هو اكتشف انه خلص وما بقاش في حته سليمه يديها لنفسه. يا اخي مرعبه كلمه حاضر المستمره دي، لما تكون هي السلاح اللي بتقتل بيه نفسك كل يوم عشان تعجب الناس، انك تكون الشخص اللي الكل بيحبه وبيشكر فيه بس انت الوحيد اللي مش طايق نفسك في نهايه كل يوم ونهايه كل اسبوع ونهايه كل شهر ونهايه كل حياه. السوق مليان بس دول اشهر 3 موديلات بتوزع نعم مجانا. انا تصدق كنت عايز اروح، احنا كنا لسه بنتكلم امبارح، انا جاي، انا كده موجود، ده اكتر اكله بحبها. طب اساله هو، انا بحب الاكل جدا جدا. الرادار البشري او ذا مايند ريدر، مبداه انا هعرف انت زعلان من ايه واصلحه قبل ما تتكلم. عايش في رعب بيقرا تعبيرات وشوش الناس عشان يرضيهم وخلاص. وفي مدمن القبول، ذا فاليديشن سيكر، مشكلته مش في المجهود، مشكلته في اللايك، حياته بتقف لو حد انتقده او حس انه مش عاجب حد. وفي الشهيد الغضبان، ذا ريزنفول مارتر، بيعمل لك الخدمه وهو بيشتمك في سره، يرفض يقول لك لا وفجاه ينفجر ويقول انا خدامكم هنا ومحدش مقدر. وفي عيني مشوار الباراشوت، يكون هو نايم وتعبان ومطحون من امبارح وصاحبه يكلمه الساعه 3 الفجر، يرد فورا عينيه ويلبس اي حاجه عيني وينزل، وهو في الطريق في سره يلعن اليوم اللي اتولد فيه بس ما يبينش. وفي بتاع متلازمه انا اسف، اللي حد يدوس على رجله ويساله مالك يقول له ابدا ما فيش حاجه انا كويس معلش اني وقفت في طريقك. الكائن ده ماشي بيعتذر عن وجوده في الكوكب. طب تعالوا ندخل جوه دماغ الشخص اللي بيرضينا على طول ده، هل هو ملاك وطيب بجد؟ يعني ليه في بني ادم قرر ان هو يعيش طول حياته سجاده؟ العلم بيقول ان دي حاله طبيه اسمها the fawning response، ده ميكانيزم دفاع. جهازه العصبي اتعود من الطفوله ان الحب مشروط بالطاعه، لان عاده ده بيكون شخص اتعرض لنقد قاسي او تهميش وهو صغير، فمخه عمل شورت كات او اختصار ان البني ادمين بيبقوا خطر لما يزعلوا. الطيبه المفرطه دي مش كرم اخلاق على فكره، دي تروم بتحاول تحمي نفسها. ومحدش يزعل مني بس ده اكتر شخص كداب على فكره، لانه بيكذب في مشاعره وكل رغباته معظم الوقت. طيب ازاي نبني حدود من غير ما نكسر العلاقه؟ للشيك الشخص ده حول اسئلتك المفتوحه لاختيارات اجباريه، يعني ما تقولوش تحب تاكل ايه لان هيقول لك اللي انت تحبه، قول له تاكل بيتزا ولا سوشي، اختار انت. حطه قدام مساحه امنه يعبر فيها عن رايه من غير ما يخاف انه يزعلك. ولو انت الشخص اللي بنتكلم عليه النهارده في حاجه اسمها قاعده ال 24 ساعه، لما حد يطلب منك طلب ما تقولش على طول، قول له طب هشوف يومي واقول لك. حاول تفصل بين الطلب والرد التلقائي اللي متعود يطلع منك، وجرب تقول لا في حاجه تافهه، العالم عمره ما انتهى لما حد رفض حاجه. طب هل له علاج؟ ايوه يا صديقي الفحيص، المنتج بتاع النهارده برضه له علاج، بس بيبدا لما تدرك ان الرفض مش شتيمه، ده قمه الاحترام لنفسك ولوقتك، انك تقول لا للي مش مناسب ليك. دي
شجاعه اقوى 100 مره من ان انت تبتسم وانت بتداس. يا صديقي الفحيص، الحدود اللي بتخاف ترسمها عشان ما تزعلش الناس هتتحول لسلاسل تخنقك انت. العلاقات السويه هي اللي فيها احترام متبادل، يعني لو لقيت نفسك بتدي طول الوقت وبتشتري رضا الناس بكرامتك، اعرف انك بتعاقب نفسك على ذنب انت ما عملتوش. وفي الكومنتات تحكوا لي مين في حياتكم عنده عقيده الارضاء المستمره دي وبيجي على نفسه عشان الكل. وخليكوا جاهزين عشان الحلقه اللي جايه هنفتح صندوق سخن جدا، الضحيه او ذا فيكتيم منتاليتي، الكائن اللي بيستخدم وجعه عشان يسيطر عليه. انيس النهارده منفوخ على الفاضي وهيطرشق، بس حب يقول لكم اللي بيخلي نفسه ممسحه للناس ما يشتكيش لما يلاقيهم داسوا عليه. سلام يا انيس.